ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بنتي انت عايزه مني ايه؟ ايه؟ ايه يا بنتي ليه يا بنتي انت جايباني هنا ليه؟ يا بنتي انا عملت لك ايه؟ حرام عليك، انا وليا كبيره وتعبانه. جايبيني هنا ليه؟ يا بنتي جايبيني هنا ليه؟ حرام عليكي، حرام عليكي، افتحيلي. وبعدين بقى هي امي اخرت كده ليه؟ ده مش عوايدها، يكون عملتها فيها ومش هتيجي النهارده. ماشي يا امي. طب لما رن على عماد لما اشوف يا ما جتش ليه؟ ايه يا عماد يا اخوي؟ ايه يا بنتي في ايه؟ امك مشيالك من الصبح لسه ما جتلكيش؟ لا كده انت بتهزري. انا اللي بهزر ايه؟ والمصحف امك ما جت. الحق بسرعه نشوفها، كنت تعبت في الطريق. طب الحمد لله الباب بيخبط، اكيد هي. الباب بيخبط؟ طيب يا ست، سلام لما الباب بيخبط وهي جاتلك. ايه يا ام التاخير ده؟ مين اللي بيخبط؟ وايش انت دي؟ ايه اللي بيحصل؟ مين اللي خبط وساب الشنطه دي على الباب؟ اكيد فيها حاجه. الورقه دي ما تقلقيش على امك وتدوري عليها. امك معايا، ولو عايزه امك تنفذي كل اللي اقولك عليه ما تجيبيش سيره لحد، عشان لو جبتي سيره لحد هترحمي على امك. يا حبيبتي يا امه، يا عم انا هرن على عماد. يا حبيبتي يا امه، يا اسرتي اختها ست كبيره اللي ما عندهم دين ولا دم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا رب ما يصير لك اي حاجه يا امي. الحقني يا عماد، تعالى بسرعه عايزاك. ايه يا اختي في ايه تاني؟ مالك ايه ده؟ خلاص جايلك، سلام. يا حبيبتي يا امي، يقدر اعمل فيك يا امي. يا رب استر يا رب. ايه يا اختي؟ الحقي يا عماد، امك اتخطفت ولقيت الورقه دي على الباب ومكتوب فيها يا عماد وشوف. وعايزين 200,000. طب ومين اللي يعمل كده؟ مش عارفه، احنا مالناش عداوه مع حد. دم يحلى من الغل، ده ما تطلعش من بيتها. دمي تعبان، حسبي الله ونعم الوكيل. لا انا كده بقى فهمت اللعبه مين اللي عاملها. هو انت اللي عاملاها يا ست هانم؟ ما هي كاتبالك الشقه والفلوس ومدياك الصيغه، بعد حياه نور انت هتورثيها، فانت قلت بقى ايه؟ اخلص منها بالمره واخد كل حاجه. انت بتقول ايه يا عماد؟ حرام عليك، انا اعمل كده في امي؟ انت فاهم غلط، انا هقول لك على كل حاجه. اتفضلي يا حبيبتي تعالي. يا ام عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ محتاجه في حاجه ولا ايه؟ خير؟ خير ان شاء الله. اخوك يا حبيبي انا كتبت العقد باسمه بتاع البيت، هو عاوز يبيع، وانت عارفه اخوك مستهتر. ايوه اما يبيع البيت هنقعدوا فين؟ دي. وطبعا انا اديتك حقك يا بنتي زي ما يرضي ربنا. ايوه ما انا عارفه. وحتى القرشين اللي فاضوا حطيتهم له برضه وديعه باسمه. فهو يا بنتي بعد حياه عيني ما تورولوش الحاجه دي الا بعد حياه عيني، يبقى ياخدها هو يتصرف زي ما يتصرف. يعني انت عملتي كده وانا اخد الورق ده اشيله معايا؟ بس هو العقد كده مكتوب باسمه هو. باسمه هو. وبرده الفلوس كاتباها باسمه هو. ماشي، انت كده عملت الصح. هو فعلا هو هيبيع ما كل حاجه بيخليش. يا بنتي، ما عندوش غالي. ايه ده يا اختي هنا ولا ايه؟ يا بنتي او اخوك يعرف ان مديك عقد البيت ولا لما رقم الحساب؟ لا ما تخافيش ياما، ولا كني معايا حاجه ولا خدت حاجه. ماشي حبيبتي. كمان مديها عقد البيت وكمان رقم الحساب؟ بتتأمروا عليا. ماشي، انا بقى هوريكم هناخد حق ازاي. يعني ايه؟ يعني امي كاتبه كل حاجه باسم الشقه والفلوس؟ ايوه طبعا يا عماد، كاتبه لك حقك وابي زي امك. يا رب يطمن عليك يا امي. يا ترى انت فين؟ امي ما تستاهلش اي حاجه وحشه، انا اللي وحش، انا اللي عملت كده. انا اديت لي فلوس لواحده خليتها ماشيه في الشارع وتخطفها، وانا اللي جيت على الباب عندك وخبطت ورميت لك الورقه، بحسب ان انتوا بتعملوا عليا كده وتاخدوا مني كل حاجه. حبيبتي ياما انت ليه عملت كده في امك يا عماد؟ حرام عليك، جالك قلبي ازاي تعمل فيها كده؟ امك فين يا عماد؟ حرام عليك. امي انا حاجه ماما بسرعه يا عماد. امك هنا يا حبيبتي.